السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى الفيديو يعجبكم ومرحبا بكم. الا كنتو جدادات وحتى القدامات مرحبا بكم. وما تنساوش البنات ديروا اشتراك وديروا جيم الا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال. والا بغيتو خليو لي كومونتير شنو كتبغيو ندير وشنو اللي ما كيعجبكمش في الفيديو، ولا شنو بغيتو يكون من هنا لقدام ان شاء الله. بون، اليوم عندنا واحد الحلوه اللي بسيطه كما العاده، مقادير سهله ماشي مكلفه وكتعطي كميه وفيره وبنينه. كلشي على البنه. ندوزو للمقادير ان شاء الله. بالنسبه للمقادير عندنا 250 غرام ديال الزبده، 2 معالق ديال دانون، اي دانون عندكم. الا كان ممكن ديروا دانون الفاني ولا دانون الفريز، المهم اللي كتكون فيه شي نكهه. انا عندي غير هاد دانون، ولا غادي نستعمل 2 معالق كبار. كاس ديال الزيت العنبه، خماره، فاني ولا 2 فانيات على حسب كل وحده وشنو النسمه اللي كتبغي تضيف للحلوه ديالها. وعندنا 2 معالق ديال السكر كلاصي، سكر بودره كما كتشوفوا. والطحين كما العاده حسب الخليط. انا غادي نقول لكم شحال خدا معايا في الاخر، غادي نخلي لكم مكتوب في الفيديو. ونبداو على بركه الله، خليكم معايا. بون البنات، كما كتشوفوا اول حاجه درت انني قطعت هكا الزبده طريفات صغار باش ما تعذبنيش هكا من نبغي ندلكها. ضروري تكون بحراره المطبخ، ما تكونش داخل الثلاجه. انا مع الحال بارد، نتوما كما كتشوفوا واخا كانت برا بقات شاده في راسها. بون غادي نزيد عليها 2 معالق ديال السكر كلاصي كما كتشوفوا، الاولى والثانيه. البنات انا ما درت السكر بزاف لانني غادي نفندها في السكر كلاصي، يعني ما كاينلاش دير السكر بزاف باش ما تجيكمش حلوه. غنضيف لها فاني وغادي نحاول نمزج داكشي مزيان باش تعطيني واحد بحال الكريم. خليكم معايا. من بعد ما دخلت لها السكر كما كتشوفوا الحال بارد، ما كتبغيش تسلق دغيا، كنزيدوا ليها هاد كاس ديال الزيت. غير حاولوا معاها، المهم هو تدخلوا لها السكر باش ما تكورش لكم من ديروا ليها الزيت. صافي كنبقاو غادي مزيان. ولات ليا على هاد الشكل كريمي كما كتشوفوا. واخا تشوفوا دوك الحبيبات راه غير ديال السكر كلاصي كيتكور هكا، واخا راه كتعذب هي في البرد. نديروا معاها الخضر لانها ما كتبغيش تسلق الزبده دغيا، ما عدا هذيك ديال البواطه كتسلق دغيا. بون دابا غادي نزيد 2 معالق ديال دانون كما كتشوفوا، 2 كبار. وغادي نخلط. بون البنات، كتكون هذه العجينه ديالنا كما كتشوفوا، كتكون رطبه هانتوما شفتوا. وباش تعرفوا عاوتاني واحد الطريقه اخرى باش تعرفوا بانها صافي راه ما خصهاش الطحين، ملي كتبقاو دوروها هكا على القصايه ما كتلصقش لكم. شفتوا؟ من تشوفوا الخليط كامل تجمع ما بقاش كيلصق، صافي راها كتكون وجدات. غادي نشكلها معكم ان شاء الله في الطاوه، نوريكم الشكل اللي غادي ندير ليها وندخلها الطيب ان شاء الله. حراره تكون متوسطه ماشي مرتفعه حيت هي ما كتبغيش تحمر بزاف. ونخرجوها باش نفندوها في السكر كلاصي ونوريكم الشكل النهائي. خليكم معايا.
دابا شكلتهم على هذا الشكل، غندخلهم الفران. وما تخافوش واخا كتشوفوهم شي مقادين ما مقادش، راه فاش كنديروا لهم السكر كلاص كيوليو بالشكل واحد. غادي ندخلهم الفران ان شاء الله ونوريكم كيفاش طابوا ليا ونكمل معكم. ما طابت لينا ها نتوما كما كتشوفوا غير كتحمر، كنفندوها بالسكر كلاصي بحال هكا وهي سخونه باش كيشد فيها شويه. وكنحطو في طبق تقديم. المهم انا نكملهم كاملين، خليكم معايا باش نوريكم كيفاش نوريكم الشكل النهائي ان شاء الله. البنات كيكون هذا هو الشكل النهائي، وتبارك الله راه كتخرج بزاف. هادشي راه غير الطاوه الاولى، مازال عندي طاوه في الفران. شوفوا كتجي رائعه رائعه. ديجا كليت نفتحها لكم من الداخل نوريكم. شوف كتجي كتفرتت، كتجي رائعه. شوف رائعه رائعه البنات، كنتمنى تجربوها. راه الصراحه كتجي بنينه بزاف على حسابي البنات. المكونات ماشي شي حاجه اللي صعيبه ولا ما متواجداش، من غير الزبده هي اللي خاصكم تشريوها. بالنسبه للخميره البنات راه نسيت ما قلتهاش لكم، انا كنضيفها مع الطحين. بون كنتمنى تعجبكم وتجربوها، وما تنساوش ديروا ان جيم وكومونطير الا بغيتو وسبسكرايب. خليتكم على خير.